السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. النهاردة بعد ما عملنا طبعا الكيكة الاسفنجية معانا اللي هي التورت، الكيكة بتاعة التورت. النهاردة بقى هنعمل تزيين التورت. طبعا التزيين ده يعني براحتك انتي يعني اهم حاجة في التورتة نفسها الكيكة. طالما الكيكة تمام، خلاص كده انت بقى انجزتي المهمة الصعبة، وبعد كده بقى كل حاجة سهلة. يعني التزيين ده هتقولي لا صعب، لا مش صعب خالص. هو اي حاجة بتيجي معاكي بتطلع في الاخر التورتة حلوة. تمام. هنجيب بقى فاكهة، سواء احنا عاوزين نعملها بفاكهة او عاوزين نعملها مثلا ب حاجات كده، يعني اللي هي زي الفورماسيل والحاجات اللي هي مثلا بسكوتات، بنحط عليها بسكوتات من فوق، من غير يعني فاكهة، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. في الحاجات اللي بتتباع في الفرن دي اللي بتبقى آه، انا مش عارفة اسمها ايه، هي بتبقى بالفراولة وفي منها بالشوكولاتة، وانا هتشوفوها معايا في اخر الفيديو، انا كنت حطاها برضو في التورته. فلو هنبدأ بقى هنعملها فاكهة، تمام، فهنبدأ بقى بأول حاجة مثلا هيبقى في مانجا. أي فاكهة عندك بقى، مانجا، كيوي، تفاح أخضر، تفاح أحمر، ايه تاني، مثلا اللي هو الكمبوت، أي حاجة بقى، أي فاكهة، أي فاكهة متوفرة عندك. تمام. هنجيب بقى بس بلاش الموز علشان بيسود. اول حاجه بقى هنجيب المانجا، تمام، وبعد كده انا مطلعاها من الفريزر، ولو برضو فريش يعني مفيش اي مشكله، هنقطعها كده بالشكل اللي انا قطعته بيها، وهنركنها نحطها في التلاجة. تمام. بعد كده هنيجي بقى للتفاح، بقى هنعمل الشكل ده سهل جدا جدا، مفيهوش اي حاجه. احنا بنقسم التفاحه من النص، وبعدين بناخد النص الاولاني نقسمه على اتنين، وبعدين بناخده وبنعمل يعني بنجيب السكينه كده بميله من الناحيه دي وميله من الناحيه دي وميله من الناحيه دي لحد ما نجيب ايه، اخرها يعني. بس. وبعد كده بقى هنجيب تفاحه تانية هنقطعها بقى شرايح خفيفه جدا عشان نقدر نحطها على على التورته من فوق. نفس الشكل ده هنجيب السكينه بميله من هنا وميله من هنا وميله من هنا لحد ما نخلص التفاحه خالص. هتبقى معايا بالشكل ده. هنطلعها نرفعها كده لفوق، بس مش هنفصلها من بعض، هتبقى زي ما هي، بس هنرفعها رفعة كده من فوق، وهتبقى زي ما هي كده بالظبط. خلاص بقى خلصنا التفاح وخلصنا المانجا، بقى هندخل على الكريمة. اول حاجة انا بجيب كريمة خام، ربع كيلو كريمة خام. ربع كيلو كريمة خام، مش بنضيف لها سكر، وهنضيف لها نص كوباية سكر بودر، مش سكر عادي. ولو حابين نضيف يعني حاجة بسيطة فانيليا مفيش مشكلة. تمام. وبعدين هنجيب بقى سواء بمية او بلبن، مفيش اي مشكلة من المية، بس انا بحب اضيف لها لبن، بيبقى يعني بتديها نكهة احلى. فلو لبن هنجيب، انا ما بحبش امشي بمقدار اللي هو مقدار الكريمة، لا انا بحب امشي زي ما انا دلوقتي عملت قدامكم. انا حطيت نص كوباية حليب ساقع متلج وضفته، وبعدين لما بحس انها تقيلة بضيف تاني. تمام. فمش بمشي بمقدار، يعني ما اقدرش اقول لكم انا ضفت نص كوبايه وبعدين ضفت شويه كمان، فانتوا على حسب ما تلاقوها تقيله تمام تضيفوا. بس. وبعد كده خلاص خلصنا الكريمه، هنحطها طبعا في التلاجة هتبقى بالقوام ده، وبعدين هنجيب ربع كمان كريمه تاني ونضيف له نص كوبايه سكر بودر ومعلقتين كاكاو علشان هنعمل الكريمه اللي هي بالشوكولاته. تمام. وهنضيف حبه برضو فانيليا. وهنضيف هنا، شايفين اللبن متلج، يعني مش عاوزينه علشان الكريمه تطلع معانا قوامها مظبوط، لا هي سايله ولا هي تقيله قوي. ولو تقيله قوي زي ما قلت لكم خففوا حبه حبه الميه او اللبن علشان ما تسيلش منكم، تبقى سايله. ولو ما عندكوش طبعا كريمه تاني فهتبقى مشكله، ولا تبقى جامده، ما تقدرش ان انت تمشيها في الكيك. خلاص خلصنا كمية الكريمة اللي هي الشوكولاتة، طعمها حلو جدا طبعا علشان فيها حليب، ولو باللبن وبالمية برضو هتبقى حلوة جدا، بس نجيبها من حد يكون مضمون يعني. تمام. عطار مضمون. هنا بقى خلاص خلصنا. عندي بقى قاعدة اللي هي التورت دي، انا لما بجيب تورت بحتفظ بيها، يعني مش برميها. تمام. فهنجيبها وهنضيف وهنجيب بقى اي قاعدة كده. لو ما عندكوش اللي هي
القاعدة بتاعة التورت اللي هي بتلف دي مش مشكلة خالص، نجيب اي قاعدة عندنا. انا جبت بولة كبيرة وضفت تكون بس يعني تقدري ان انت تثبتيها عليها كويس عشان ما تتقلبش يعني. وبعدين هنجيب بقى حبة كريمة كده علشان الكيك يثبت معانا على القاعدة بتاعة التورته. وهنجيب بقى، احنا قسمنا طبعا الكيك اللي عملناه، قسمناه نصين بس، نص ونص والتاني برضو نص ونص. هنجيب بقى اول نص اللي هو بالفانيليا، انا اللي معايا ده سيرب، سيرب عادي، سكر مع ميه، تمام. وبسيبهم يغلوا كده غلوتين وبسيبهم يبردوا. دي بصراحه احلى حاجه انا بسقي بيها التورت. يعني ما مش بحب اللي هو نكهة السيفن اب ولا الحاجات التانية ولا المربى ولا الكلام ده. دي احلى حاجة، انا بتديها طراوة كده ومش بيبقى فيها طعم، يعني بتديها طراوة بيبقى طعمها برضو حلو. هنا بقى هحط طبقة الكريمة وبعدين هحط الطبقة التانية وهنزقيها برضو بالسيرب ده اللي احنا عاملينه. كده خلاص خلصنا. هي سهلة جدا مفيهاش اي حاجة، تمام. بعدين هنجيب بقى الجزء اللي هو بالشوكولاته، قطعناه طبعا نصين. هنجيب النص التاني لان انا عملتها نص شوكولاته ونص فانيليا. بس انا عملت الجزء الشوكولاته الفانيليا اكتر لان يعني مش اللي عندي يعني مش بيحبوا الشوكولاته اكتر، بيحبوا الفانيليا اكتر. فانا خليت الفانيليا اكتر والشوكولاته اقل شويه في الكيك، تمام. بس بعد كده بقى خلاص غلفنا كل طبقة، حطينا طبقة الكريمة طبعا اللي بالشوكولاتة على اللي بالشوكولاتة على الكيك اللي بالشوكولاتة، والتاني حطيناه زي ما انتوا شايفين كده. وهنغلفها بقى كلها بالكريمة، تمام. وهنجيب المانجا زي ما قطعناها كده شرايح، هنحطها كده بنفس الشكل ده، اي شكل انت تحبيه يعني. مش لازم خالص تمشي على اللي انا عملته يعني، غيري اعملي اللي على مزاجك انت، تمام. احنا دايما بنبقى راسمين حاجة، حاطه مثلا شكل تورته معين قدامي عاوزه اقلده، بنبقى حاطين حاجه في دماغنا وبعدين لما بنيجي نزين التورته بنعمل حاجه تانية خالص. بس وعملت الشكل ده اللي هو المروحه، حطيت قطعت التفاح وبعدين حطيت فيه خله ولفيته كده زي المروحه، وده هنحطه كده زي ما هو، تمام. اهو زي ما باين قدامكم. جبنا المانجا، حطينا المانجا كده حوالين داير ال التورته. ولو التورته مش عاليه معاكي قوي، يعني مش اللي هو طبعا لما التورته بتبقى عاليه قوي بيبقى مضاف لها محسن جل، تمام. انا في التورته دي ما ضفتش محسن جل، تمام. انا عملتها بيض وبيكنج باودر عادي، ما ضفتش زي ما كان باين في الفيديو، تمام. كده خلاص خلصت معانا وده شكلها النهائي. شايفين اللي هو العيدان اللي انا مش عارفه اسمها ايه، انا ناسيه اسمها خالص. انا عارفه اسمها بس ناسياه. اللي هي بالفراوله دي طعمها حلو جدا جدا جدا. ممكن تزينوا بيها، ممكن تجيبوا بسكوتات، ممكن تجيبوا اللي هو الشوكولاته اللي هي الشوكولاته وتزينوا بيها، تبشروها وتزينوا بيها الكيك. مش لازم خالص فاكهه، لو مش متاح عندكم فاكهه مش لازم خالص، تمام. وعملناها كده بنفس الشكل ده، وكتبت عليها كمان بالكريمه. وادي الجنب اللي هو وكان عندي شوكولاته سايحه كده نزلتها عليها زي جناش كده، تمام. فاي حاجه عندكم، اي حاجه متاحه عندكم ممكن تزينوا بيها، مش شرط خالص نربط نفسنا باي حاجه من اللي في الفيديو، تمام يعني. ولا تشتري حاجات بقى غاليه ولا تكلفي. انتي قصدا ان انتي تعملي التورتايه في البيت علشان يعني طبعا النظافه وضامنين النظافه طبعا، وعلشان طبعا سعرها بيبقى اقل في البيت، فمش هنجيب بقى حاجات كتيره ونكلفها وتبقى زيها زي اللي بره ونقول يا ريتنا كنا اشتريناها من بره احسن. فاحنا باقل الامكانيات هتعملي تورته جميله جدا وطعمها والله بجد احلى من بره بكتير بكتير جدا. يعني طعم التورته اللي بتتعمل في البيت يبقى طعمها احلى بكتير. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.